الساعات مباراة الأهلي ونادي بيراميدز بتعادل 1-1 رغم نقص العدد البيراميدز من الدقيقة 57 بعد طرد مهند لاشين. طبعا اللي زعلان ان الاهلي تعادل وخسر نقطتين ومباراة كانت ممكن تقرب الاهلي جدا من الفوز بالدوري، هقول له العب يلا العب يلا علشان احنا بنلعب بدون مدرب. شابوه امام عاشور اللي في اخر دقيقة، في الدقيقة ما بعد 90 قبل هدف التعادل ما يجي للنادي الاهلي، واخد كرة من نص ملعبنا رايح بها نص ملعب بيراميدز لوحده بدون مساعدة. وبالمناسبة الاتنين اللي ممكن اقول لهم شابوه في لعيبة الاهلي كلها على النهارده هو امام عاشور، محمد الشناوي شال انفراديا. محمد الشناوي بسم الله ما شاء الله، حتى الهدف اللي جه في الاهلي لا يسأل عنه. ماشي. المدرب يا عم كولر امشي الله يبوس ايدك، ارحل يرحمك الله، ارحل يرحمك الله. انت مش بتقدم كوره ولا بتقدم الفريق. انت اخترت 11 لاعب، انزلوا الملعب اعملوا اللي انتوا عايزينه. لعب عشوائي، لعب بدون خطه، لعب بدون فنيات، لعب بدون، ما تحسش ان في جمله متفق عليها، ما تحسش ان في لعبه متفق عليها، ما تحسش ان في جمله واضحه في الملعب. حالة عشوائية يعيشها النادي الأهلي في آخر ماتشاته، وخصوصا اليوم يقدم مباراة من أسوأ مبارياته. الأهلي يعيش في عشوائية، يلعب لعب عشوائي بدون فنيات وبدون مدرب وبدون خطة. ونقطة التعادل لو هنحسبها صح ما كانتش من حقنا. السلام عليكم.